ابيسود جديدة من بودكاست انسايد اوت توكس اللي دايما بنتكلم فيه عن كل حاجة احنا محتاجينها. الابيسود دي تحديدا نتكلم فيها عن اهم حاجة كل بنت بتهتم بيها، شعرنا. الحقيقة ان الشعر ده بيكون عرضة لحاجات كتير جدا، اللي بتحب تغير اللون كل شوية، اللي بتعمل فيه حاجات مختلفة، اللي بننزل بيه المية وبهدله معانا اغلب الوقت. حتى وقت النوم مش بنبقى عارفين ايه احسن حاجة ممكن نعملها علشان الشعر ما يتضررش اكتر ما هو بيتضرر طول الوقت. فخلينا نتكلم اكتر ونتعمق في التوبيك ده مع دكتور كريستينا يوسف. أوي. عاملة ايه؟ الحمد لله. منورانا. ثانك يو. قولي لي اول مبسوطة في ICCE السنة دي؟ الحمد لله. مختلف عن كل سنة؟ ايوه. طيب خلينا بقى نتكلم عن التوبيك الأكثر اهتماما بين البنات، ويمكن طول الوقت البنات مهتمة ببشرتها وشعرها وعايزة تبقى في أحسن حال طول الوقت. هبدأ معاكي بسؤال بالنسبة لي وبالنسبة لكل البنات مهم جدا، ومعرفش هل فعلا ممكن يفرق في صحة الشعر ولا لا. وقت النوم هل احنا بنحتاج نعمل حاجة معينة علشان نحافظ على شعرنا ما يتقصفش ما يتبهدلش؟ ايه بقى؟ هو بالنسبه لي اهم حاجه ممكن نعملها مبدئيا لازم الحاجه اللي نكون بننام عليها تكون ستان. اوكي. علشان الستان خفيف على الشعر ومش بيخلي يحصل زي دامج للهير مع أوكي. لو حد بيتقلب او حاجه. ولو بيلبسوا البني الستان ده الستان يبقى دي احسن. حاجه كويسه جدا. أوكي. طبعا. ويفضل ما نسيبش الشعر ميسي كده، يعني ممكن نعمله سلكي بون خفيفه او مثلا او ضفيره. ايه ضفيرة. او ضفيره بالظبط كده، وفي البونيه وننام ونصحى الصبح نفكها وعادي يعني. طيب لو بنوته عايزه تطول شعرها وهي للاسف جيناتها شعرها قصير، يعني صعب ان هو يطول، هل في حاجه ممكن تساعد ولا الجينات طالما شعرها قصير خلاص بيفضل قصير؟ بصي، الجينات بتلعب دور كبير جدا جدا في طول الشعر، وللاسف دي حاجات بتواجهنا في العياده دايما. انه لو انا شعري قصير وطبيعه جيناتي كده هل هيطول؟ لو هنتكلم بصراحه هو هيجي عند طول معين ومش هيطول تاني. أوكي. بس احنا ممكن نعززه، يعني نديله سيشنز زي بلازما او ستيم سيلز، نعمل درمابين عادي جدا ينفع في الشعر. اوكي. وده بيخلي الشعريه الى حد ما تبقى احسن، شكلها يفايند اكتر، لكن نطولها ازيد اكتر من كده لا. طيب واحنا بنسكرول دايما على السوشيال ميديا اللي دايما بناخد منها انفورميشن كتير جدا، بنلاقي بلوجرز ما بتقولك انا عرفت اطول شعري من كده لحد كده، واستخدمت شامبو كذا واستخدمت حمام كريم كذا وعملت مش عارفه ايه في راسي، وكلها برودكتس بتجيبها في البيت، وفعلا بتحط لك صوره افتر وبيفور بتوري لك شعرها كثافته وطوله كانوا عاملين ازاي وبعد كده بقوا عاملين ازاي. هل ده فعلا بيكون حقيقة ولا أكيد هي عملت إجراء تاني في عيادة وساعتها إن شعرها يوصل لكده؟ لو في الجيناتكس بتاعتها يعني طول شعرها يسمح لكن لو لا يعني لا لو هي مش شعرها مش هيطول ممكن تبقى البرودكتس دي فعلا ساعدتها، وممكن يبقى مجرد اعلان. لكن احنا في العياده بنمشي ستيب باي ستيب دايما مع البيشنت، وبنقول لها انه الاهتمام بالشعر ده لازم يبقى طول الوقت، وغير كده بناخد مثلا from 3 to 6 months عشان بس نحصل على الريزلت اللي هي محتاجاها. طيب دكتور كريستينا، لو أنا وأنا صغيرة كان شعري تقيل وطويل وحلو وجميل، ولما بدأت أكبر وأدخل جامعة وبعد الجامعة فجأة بقى قصير وما بقاش تقيل زي الأول، هل ده ليه علاقة بإن دي حاجة طبيعية وبتحصل، ولا هو مع إن ممكن تكون بنت على فكرة مش بتعمل على طول هيت، مش بتعرض شعرها لإشعاعات الشمس طول الوقت، مش بتنزل مية كتير، ولكن مع الوقت ومرور الزمن بتلاقي شعرها قل كثافته وطوله، هل ده عادي ولا أكيد في حاجة وصلتها لها؟ لا اكيد في حاجه وصلتها. زي إيه بقى؟ احنا عندنا مبدئيا سببين يخلي الشعر يبقى مش حلو، يا اما حاجه هرمونز سيستمك يعني، أوكي. يا اما حاجه خارجيه زي ما انتي قلتي، هيت كتير، كافيار، بروتين، كل حاجات الفرد دي. حتى الكافيار غلط؟ حتى الكافيار يا ده جماعه الناس بتقول لا. آمن حتى الكافيار. كل الحاجات، اي حاجه بتفرد الشعر هي مضره ليه حتى لو فيها نسبه صغيره من الافاده، يعني مضر مهما كان. معلش قولي لهم بقى مهما كان اي حاجه بيكون فيها اوفرز واعلانات وبتقول ان شعرك هيبقى ناعم وما فيهوش اي ضرر، ده غلط. قولي لهم كده
بجد يا جماعه يعني ما تجروش ورا الاعلانات، لانه بجد الحاجات دي مضره جدا للشعر. مهما كان هم قالوا لكم في نسبه مثلا لا مفيده، في نسبه مش عارفه ايه، لا لك مفيش امونيا، مفيش مش عارفه ايه، زيرو كلهم سلفيت، مضرين. زيرو مش عارفه كل الحاجات دي. فالناس تقول لك انا جربته ونفع جدا مع شعري وحلو قوي، فتروح صاحبتها تجربه فتلاقي الافكت حلو جدا اول كام شهر، بعد كده فعلاً دي النتيجه حقيقة. بتبقى كارثيه. هو اول فتره هم بيبقوا مبسوطين قوي طبعا، شعرهم ستريت شكله طبعاً. حلو وبيلمع، بس شايني، بعدين لازم يبقى بيجي شايني. شايني جدا. بس هما بجد بعدين بيجوا الكلينيك انا بلاقي كومبلينز بشع، شعري بيقع بطوله، ما بقتش بشوفه بينزل معايا في الشاور. أيوة. فلا بنواجه حاجات كتير. احنا المفروض نهتم بالشعر عموما بشكل صحي، شامبو مناسب للشعر، هير كونديشنر، هير ماسك، الحاجات دي مهمه جدا، سيرم. اوكي، طب هل حلو فعلا ان احنا نستخدم طول الوقت شامبو زيرو سلفيت؟ احيانا بنحتاج سلفيت، وخصوصا احيانا. وخصوصا يعني لو انا على طول عمري بغسل شعري بزيرو سلفيت، امتى ادخله؟ امتى ندخله؟ شامبو فيه على سلفيت الاقل مرتين في الشهر. في الشهر. أو اوكي، مرة عشان في مفيد. علشان هو بينظف الفروه. اه يعني احنا عندنا في ناس اويلي سكن طبعا، وشعرهم بيبقى فيه طول الوقت زي اللي هو تاني الدهون. يوم لازم يتغسل تاني يوم. فلا لازم أيوة. عشان ينظف شويه. طب اسالك سؤال بيرسونال شويه، ليه اخترتي ان انت تبقي دكتور متخصصه في الجلديه؟ اشمعنى يعني؟ هل حبا في المجال لا، ولا بصراحة. صدفه بحته، ولا اصلا ما كنتش عايزه تخشي طب لا، صدفة أنا كنت عايزة حاجة تانية خالص، والموضوع جه صدفة، وممكن ربنا حطني في حتة أنا ما كنتش بتوقعها، بس أوكي. فجأة لقيت نفسي هنا انت كنتش عايزه تبقي دكتوره اصلا؟ لا، أنا كنت عايزة أبقى دكتورة، وده اللي هو one of my واحنا dreams صغيرين يعني. وانتي في كي جي 1 عايزه تطلعي دكتوره اطفال. دي حقيقة فعلا دكتورة، بس ما كنتش عايزة درب. اوكي، بس بعدين لقيت نفسي ربنا بيحطني في طب كنت عايزه ايه وايه كنت اللي عايزة وصلك كارديو. للديرما؟ كنت عايزة كارديو. اوكي، طب وايه اللي خلى الطريق يختلف؟ هو يوما ما كده يعني اشتغلت في مكان بالصدفة الفظيعة، يعني أوكي. رنوا عليا تعالي نشتغل، قلنا اوكي، ده كان في بداياتي، قلت هشتغل شوية وهمشي. وفجأة لقيت نفسي من كلينيك لكلينيك، ومن كلينيك لماي برايفت كلينيك، والحمد لله في وقت قصير قوي عملت يعني، فبقيتي متخصصه في ده. فجأة لقيت نفسي الطريق هنا. خدك لكده يعني، مش عشان مثلا كان نفسك تهتمي ببشرتك اكتر، بشعرك لا، اكتر؟ لا. عشان انا عندي دايما اعتقاد ان طالما بنت اختارت جلديه تحديدا فاكيد في منفعه شخصيه في الموضوع، اكيد في منفعه شخصيه، اكيد بتستفيدي باي شيء. اكيد بستفيد، لا مش هكذب، بستفيد طبعا. طب قولي لي يا دكتور، دايما اي بيشنت بيجي عشان يطمن اكتر لاي حاجه بيجربها فبيحب يسال الدكتور طب انت بتعمل ده ولا لا؟ هل انت بتعملي بلازما في شعرك؟ هل انت بتعملي الحاجات اللي ليها علاقه بالشعر والجروث والشايني والحاجات دي ولا اكيد لا؟ طبعا، اكيد. قد ايه مثلا؟ على الاقل ممكن عشان لقله وقتي ممكن اعمل مره في الشهر حاجه معينه. حلو. سواء ستيم سيل، سواء بلازما، ديرمابين معاها ميزوثيرابي للهير. طب ايه الحاجه اللي ترشحيها للبنت اللي بتبقى جايه فاقده الامل في شعرها تمام؟ بالنسبه لي عشان تبقي عندك شعر صحي لازم تاكلي كويس، لازم نشوف الموضوع من جوه عامل ازاي. اوكي. يعني هل احنا المينيرالز تمام، الهيموجلوبين تمام، فيتامين دي، كالسيوم، مخزون الحديد، بناكل كويس، هل احنا بناكل جانك فود كتير ولا لا، بننام كويس ولا لا. كل ده بيأثر على السكين والهير، ده اول اورجن بيتأثر بالمعدة. يعني لو احنا عايشين لايف ستايل كويس ومفيد، شعرنا وبشرتنا هيبقوا كويسين قوي. اوكي. لو لا هتلاقي مشاكل كتير فعلا. اوكي. وطبعا بالبسين والبحر والشمس الكتير والهيت الكتير، كل ده بيأثر على الشعر جدا. صح. فلازم نهتم بيه. يعني انا بالنسبه لي اكتر 3 حاجات ما ينفعش يبقوا مش موجودين: شامبو مناسب، وهير ماسك لازم يبقى حاجه يعني مش وخلاص، حاجه ميديكال اقصد، تبقى فعلا بترتب الشعر. الشعر طول ما هو مترتب كويس، طول ما هو بيبقى احسن. بالظبط. طب مثلا المفروض نعمل هير ماسك كل قد ايه؟ كل شهر ولا كل اسبوعين؟ كل اسبوع. كل اسبوع حتى لو دهنيه؟
ما احنا ما بنحطش اللي هي I know، ماسك بس على اللوز. الأطراف. بالظبط بس كده. هي لما بتبقى بشرتها شعرها يعني اوريدي بشره وشعر، بس لما بتبقى دهنيه فبتغسل على طول اكتر من اي حد تاني. احنا دايما بننصح بلاش غسيل على طول. طب يعني خلينا مرتين نخش في بقى في الأسبوع. الموضوع ده. ممكن maximum. تقولي للبنات المفروض نغسل شعرنا كل قد ايه؟ سبيشالي مثلا بنت بتنزل الجيم كتير، فطبعا غصب عنها فروه راسها بتعرق. ايوه. فهل الصح انها تغسل شعرها كل يوم، ولا المفروض تأجله يومين، ولا تعمل ايه؟ بصي بالنسبه لي هو لازم يعني لو احنا اويلي مرتين في الاسبوع. طيب لو اويلي مرتين في الاسبوع، مع لكن- ان استحاله، لانها لو اويلي هتغسل شعرها كل يوم. بالظبط. طيب. بس يعني بنقول نحاول يا جماعه، لانه ماشي. الفروه بتطلع حاجات بتحافظ بيها على الشعرايه. أوكي. لو احنا هنغسلها طول الوقت الشعر هتنشف، ولو نشفت هتتكسر، ولو كسرت هتقع، فهيبقى الشعر شكله دامج، مش صحي، مش هيلثي. الميه عموما بتاثر على الشعر بشكل كبير. عشان كده صح. دايما بنقول يا جماعه لو انتوا مثلا في كليات اللي هي بتنزل بسين كتير، بتتريننج في ايا كان وات ايفر ايه، لازم يلبسوا اللي هم البونيل اللي هو الحامي شعرهم بشكل كويس، علشان أوكي. على الاقل نقدر نحمي الشعر من الميه والكلور حلو. والحاجات دي. اوكي خلاص، لكن قلنا لو شعر عادي دهنيه مره في الاسبوع. مرتين في الاسبوع، لو شهر عادي او حتى مختلطه حته وحته برضو تخليها مره في الاسبوع، مرة. مش اكتر من كده. اتمنى نكون قلنا انفورميشنز مهمه. بشكرك جدا دكتور كريستينا على المعلومات الحلوه دي، ميرسي. ونورتينا. شكراً. ليك.